أنا نور، عندي 22 سنة ولسه متخرجة من الكلية من كام شهر. زي أي بنت في سني كان عندي أحلام كتير، بس الحلم اللي دايماً مسيطر عليا كان بسيط جداً. كنت دايماً أتخيل نفسي متجوزة راجل قوي، مش قوة عضلات بس، لأ، القوة اللي تخليني أحس بالأمان وأنا جنبه، اللي لما يبصلي أحس إن مفيش حاجة في الدنيا ممكن تأذيني. كنت بحب جداً صور المصارعين، العضلات، العروق اللي باينة، القوة اللي في النظرة. كنت بحس إن الرجولة دي هي اللي نفسي أعيشها والمسها. كنت دايما أضحك مع نفسي وأقول يا بنتي فوقي، دي صور، محدش في الحقيقة كده. بس جوايا كنت عارفة إن ده اللي نفسي فيه فعلا. في يوم عادي جدا كنت راجعة من مشوار، الجو حر وأنا تعبانة ودماغي مش فيا. طلعت السلم لحد دورنا ووقفت قدام باب الشقة بطلع المفتاح من الشنطة، وفي نفس اللحظة سمعت صوت خطوات ورايا. بصيت لقيت كريم، ابن الجيران. كريم أكبر مني بشوية، طويل، جسمه رياضي واضح عليه بيتمرن، بس عمرنا ما اتكلمنا أكتر من صباح الخير، يعني عادي، مجرد جار. هو كان نازل وأنا واقفة عند الباب بحاول أفتحه، بس المفصلة كانت بايظة من كام يوم والباب كان بيميل شوية. قبل ما ألحق أعمل حاجة الباب اتفك فجأة من المفصلة وراح مايل عليا. صرخت غصبا عني، قلبي وقع، كنت هقع تحته حرفيا. في لحظة كريم مد إيده بسرعة وشال الباب كله بإيد واحدة، واقف بيني وبينه، العرق طالع في دراعه، كل عضلة فيه كانت باينة. كان ماسك الحديد كأنه ورقة، وفي ثانية الدنيا كلها سكتت. كنت شايفة نفسي في مراية عينه، بينه وبين الباب المسافة بينا كانت شبه معدومة. حسيت بنفسه سخن بيخبط في وشي، وصوته الواطي بيقول استني، ما تتحركيش، المفصلة فكت. مش عارفة ايه اللي حصل لي وقتها، نسيت الباب ونسيت الخطر وكل حاجة. كنت مركزة في ايده، في العروق اللي طالعة والشد اللي في عضلاته والريحة الرجولية اللي طالعة منه. كنت حاسة إن الزمن وقف وفي حاجة جوايا بتتبدل. كنت بين الخوف والرغبة، بين الصدمة والانبهار، مشاعري كلها متلخبطة، بس اللي متأكدة منه إني كنت حاسة بأمان غريب وأنا شبه في حضنه. هو رفع الباب مكانه تاني وبصلي لحظة كده قصيرة جدا، بس غريبة، فيها حاجة شبه السؤال أو كأنه حس اللي جوايا. وبعدين قال لي بهدوء خلي بالك، المفصلة دي شكلها خلاص هتفلت. ضحكت وأنا مش عارفة أرد. هخلي بالي، متشكرة. دخل شقته عادي جدا كأنه ما عملش حاجة، بس أنا فضلت واقفة مكاني ثواني، قلبي لسه بيدق بنفس السرعة وإيدي بتترعش، مش من الخوف، لأ، من إحساس غريب جدا أنا نفسي مش قادرة أسميه. من بعدها كل مرة أشوفه في السلم أو حتى أسمع صوته بحس قلبي بيقف. اللحظة دي بتنفجر جوايا تاني، المشهد بيرجع لي في دماغي بكل تفاصيله، إيده وهي شايلة الباب، والعرق اللي في دراعه، العرق اللي خلى الدنيا كلها تختفي، وبيني وبينه نفس المسافة الصغيرة اللي خلتني مش عارفة أتنفس. من يومها وأنا مش قادرة أنساه، ولا قادرة أنسى نفسي وأنا واقفة قدامه، ولا عارفة هو ده كان خوف ولا رغبة ولا حاجة أكبر من الاتنين. بس كل مرة عيني تقابله بحس إن اللحظة دي لسه ما خلصتش، وكأن الباب لسه واقع وأنا لسه بينه وبين الخطر. عدى أسبوعين على اللي حصل، بس أنا منسيتش ولا ثانية. كل مرة أخرج فيها من الشقة ببص تلقائي على باب شقته، كل مرة أسمع صوت خطواته في السلم بحس جسمي بيشد من غير وعي.
مش قادرة أوقف الإحساس ده، كأن اللحظة دي علقت جوايا ومش عايزة تخرج. كنت بحاول أقنع نفسي إن ده مجرد إعجاب لحظة، إنها لقطة وعدت، بس في الحقيقة لأ، ما عدتش. كانت زي شرارة صغيرة لسه مولعة جوه صدري. في يوم وأنا طالعة السلم كنت شايلة كيسين تقال، وبالصدفة الباب عندهم كان مفتوح. سمعته بيتكلم في الموبايل، صوته هادي وقوي بس فيه نغمة رجولة غريبة بتخبط في قلبي. وقف وبصلي فجأة، نظرة قصيرة قوي بس كأنها رجعتني لأول مرة. قال لي بابتسامة خفيفة وأنا مش عارفة أرد، قال لهم: خلي بالك المرة دي المفاصلات اتظبطت ولا لسه؟ ضحكت بخجل وأنا مش عارفة أرد وقلت له: اتظبطت تقريبا. ورد عليا وهو بيقفل الباب وقال لي: كويس، علشان المرة الجاية مش هعرف أشيلك والباب سوا. الجملة كانت عادية جدا، بس وأنا داخلة شقتي حسيت بدفى غريب بيجري في جسمي. كلماته، نبرته، الطريقة اللي بيبصلي بيها، كلها دخلت جوايا كأنها لمست حتة حساسة قوي. من بعدها بقيت بحس إن في طاقة بينا، مش كلام، مش تصرفات، مجرد وجوده كفاية. صوته من بعيد بيخليني متوترة، ولما بيعدي من جنبي كل حاجة فيا بتسكت لحظة. نفسي، عيني، قلبي، حتى تفكيري. فمرة كنا معلقة الغسيل في البلكونة، لقيته بيعلق هدومه في البلكونة المقابلة. المسافة صغيرة جدا، عينينا اتقابلت بالصدفة. مفيش كلام، بس اللحظة كانت طويلة، أطول من اللازم. هو ما بصش بعيد وأنا كمان، كأن كل واحد فينا بيحاول يفهم اللي بيحصل. هو ده مجرد صدفة ولا في حاجة فعلا بينا؟ ساعتها حسيت إن جسمي سخن، نفسي تقيل، وفي عينيه كان في حاجة مش مفهومة، مش رغبة، لأ، أعمق من كده، زي فضول أو تحدي صامت. بعدها دخل شقته بهدوء، وأنا فضلت واقفة، قلبي بيدق. مش عارفة ليه كل حاجة فيا بتتهز لما بيقرب، ولا حتى وأنا لوحدي بحس إني مش لوحدي. الليل ده حلمت بيه، نفس المشهد القديم، الباب بيقع وإيده بتشد الحديد، بس المرة دي ما سابش الباب، سابني أنا. صحيت متوترة، مش قادرة أفرق بين اللي حسيته في الحلم واللي بيحصل في الحقيقة. مش عارفة هو شايفني زي ما أنا شايفاه ولا دي مجرد حاجة في خيالي. بس اللي عارفاه كويس إن اللحظة اللي بدأت عند الباب لسه ما خلصتش.